اتفضلي. هي السلاح حاجه بسيطه، انت بتعبر انه ده ممكن حاجه بسيطه فيها حاجه كبيره. ممتاز. العمل يعني. العمل ممتاز. ماشي. أنت خادم لله عز وجل في هذا المال. الماشي. ما هو خادم ماسك ممكن. خلاص. وحضرتك انت؟ طب. حتى حضرتك بتقول فيها الحاجات السيئة أو القيم اللي هو طبعا يعني العمل المجتمعي لا يزيد قدره بينه وبين نفسه عن من يكنس المجتمع. زي الاخت قالت كده ان احنا كلنا خادمين المجتمع. طب انا قلع الجزمه ليه والشراب؟ لا سيبك متواضع بقى الحركات دي كلها. عندي جزمه والله يا اخي. عندي جزمه يا اخي. مش انا احمد معايا جزمه؟ جايب الجزمه ولا شاريها من الاوكازيون مش كده؟ حتى سعر الجزمه موجود عليها. مش باللبس مش بالمظهر اللي انا ممكن ادي مثلا او يبقى عندي امكانيات ممكن مظهري ما يبقاش كويس مثلا او طيب ده المظهر. امكانيات ماديه اه ممكن اخدم وطني باي حاجه ثانيه. طيب لا انا شايفه ان هو الجديه في العمل، لان الواحد لما يعني الطبيعي او الفكره الطبيعيه ان انا بشمر وبقلع عشان خاطر انت قربتي وهديك 50%. تجارب في كل حاجه. التجارب ده هنقلع بعد كده حاجه ثانيه. جايب لك المقشه بعد حضرتك تقول حاجه. دول يعني ان حضرتك بتمثل قمه التواضع وقدوه لمن يعمل في هذا المجال. حضرتك اللي بتقول مش انا. حضرتك بتقول مرتاح كده. مرتاح كده. ممكن خلع كذا نخلع الانتماء السياسي ونخلع الانتماء السياسي. نخلع كل الانتماءات. هي كل الانتماءات في الجزمه. اتفضل. بدايه العمل من اوله. لا تعاون اول. ممكن كمان عدم التميز، لان احنا كلنا مخلوقين من غير جزم يعني. طب حاضر. بننزل لابسين جزمه. لا مش هنتكلم كتير، هنشتغل على طول وإن طيب. اتكلمنا هنحضر للشغل. كويس. ده ممكن يكون ضيق، فده ممكن يكون عائق على العمل. جبتيها عجبتها. يعني كي لا يكون بيننا وبين الواقع عائق. حينما تتلامس احاسيسنا بقاع المجتمع نستطيع ان نتاثر بآلامه ونستطيع ان نرسم اماله معه. لا يكون بيننا وبين الواقع. انا مش